عديت أنا المرقاب وميت بالخمس، وأقول يا هجر النواوين خلي عقدني عقدتين بلا لمس، وأنا عقدته عقدة ما تحلي. كان أمس مثل اليوم واليوم مثل أمس، وإن كان باكر مثله إن زاد غلي. هذه أبيات الشاعر اسمها فيحة. يقال أن فيحة هذه كانت بنت ترعى في الغنم، ومعاها ابن جيرانها عشية. من صغر سنهم هم يرعون سويا، إلى أن كبروا مع بعض وأصبحوا بينهم ألفة وبينهم محبة، فلكن على عفة وعلى شرف وعلى احترام. يقول في يوم من الأيام رجع شيان، وهو راجع بلغوا أبوه أنه كتب كتابه على فيحة، خطبها من أبوها وملكه. يقول رجع من الفرحة يبغى يبلغها أنه كتب كتابه عليها. قال يا فيحة أنا تزوجتك، أنا الآن زوجك. قالت تكذب، ما أنت زوجي، ما حد بلغني. قال إلا زوجك. يقولون في الكلام هذا اعتدى عليها، حاول أنه يغصبها، وهي انقهرت وأخذتها الشيمة على كرامتها. وبعد ما انتهى خذت البندق وذبحت عشية، وجمعت الإبل والغنم ورجعت. يوم رجعت قالوا وين عشيان؟ قالت عشيان هذا خاين، اعتدى علي وقتلته. قالوا يا بنت الحلال هذا زوجك. كيف؟ قالوا هذا زوجك، ملكنا لك عليه. يقول جلست كم يوم حزينة وندمانة، وفي آخر يوم أنشدت الأبيات هذه وتوفت. عديت إلى المرقاب وميت بالخمس، وأقول يا هجر النواوين خلي عقدني عقدتين بلا لمس، وأنا عقدته عقدة ما تحلي. كان أمس مثل اليوم واليوم مثل أمس، وإن كان بكرة مثلهم زاد غلي. أخوكم عمر البايح، سلامتكم.